السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ منوريني ومشرفيني في قناتي. معانا النهاردة أكلة لذيذة وأنا بحبها جدا. معانا النهاردة الفشة. الفشة دي بتفكرني بأيام جميلة جدا، بتفكرني بأيام تيتا الله يرحمها. كانت بتحب تعملها لنا وبنتجمع كلنا وبناكل من طبق الفشة الجميل ده. آم، عشان عارفة ان احنا بنحبها، فكانت بتحب دايما تعملها لنا. زي ما انتوا شايفين كده، همسكها بقى هقطعها واشيل منها اي حاجة مش عجباني، واجهزها عشان خاطر نبدأ نسلقها. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا بحب الفشة جدا، بحبها متحمرة بالفلفل. انا النهاردة عاملاها لكم متحمرة بالفلفل والثوم، وعاملاها لكم في كمونية، وعاملاها كمان مكرونة بصلصة حلوة قوي. بقى النهاردة الطريقة وصفة سهلة وجميلة ولذيذة. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. معايا بصل وثوم، ولورا وحبهان دقاه كده وفتحاه زي ما انتوا شفتوا، وفلفل اسود ورشة من القرفة. دول بس الحاجات اللي هستخدمها النهاردة مع الفشة في السلق. هحط مية الفشة كده على النار، وهحط فيها الثوم والبصل والفلفل الاسود والقرفة وورق اللورا والحبهان، وهنزل فيها زي ما انتوا شايفين كده بقطع الفشة اللي معايا. انا نضفتها وغسلتها كويس جدا وجبتها بقى عشان احطها تتسلق. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هي مجرد ما هتبدأ تغلي هتكش في الحلة وهتنزل لتحت لوحدها وهتستوي كويس جدا. انتي بس كل فترة كده اقلبيها وجيبي اللي تحت فوق واللي فوق تحت، هتستوي معاكي وتبقى زي الفل. بصوا بقى لما بدأت تغلي نزلت وكشت في الحلة ازاي. هي بتكش عن حجمها الطبيعي طبعا اللي انتي مشترياها بيه. هسيبها بقى تاخد وقتها على النار ومغطية عليها وسايباها تغلي، ومن وقت للتاني بديها تقليبة. هنجيب بقى حلة كده على النار ونبدأ نعمل صلصة المكرونة. هعمل لكم صلصة المكرونة النهاردة بقى. صلصة المكرونة دي بتوديها في حتة تانية خالص. معايا بقى معلقتين من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بيها بصلاية مفشورة، وهحط عليها معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الاسود، وهبدأ بقى اقلب في البصلاية بتاعتي دي لحد ما تتحمر معايا. مكرونة. وصلصة المكرونة من الحاجات اللي انا بحبها جدا جنب الفش. في ناس بتحب تحمر بطاطس، طبعا دي حاجة ترجع لكم. انا بحب المكرونة جنب الفشة، فعملت لكم الوصفة النهاردة بمكرونة. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حطيت بقى البصل على النار وهفضل اقلب فيها من وقت للتاني لحد ما تتحمر معايا، عشان اعمل تسبيكة للمكرونة او صلصة المكرونة. الاكل ده في اكلات كده معينة بتفكرنا بايام زمان ولمة ايام زمان. لما كنا صغيرين وبتتجمع العيلة كلها مع بعض. كانت احلى تجمعات واحلى ايام والله العظيم، يا ريتها ترجع تاني. وبما اني افتكرت ايام زمان، حابة ادعي لتيتا وتيتا بالرحمة والمغفرة، ولكل اموات المسلمين. ربنا يرحم امواتنا جميعا ويغفر لهم ويسامحهم يا رب. آم، كانت ايامهم ايام حلوة، ايام الخير والبركة والرزق، ايام التجمعات الجميلة. كانت العيلة كلها بتتجمع في بيت واحد ومكان واحد وعلى طبلية واحدة. في بيوت كتير قوي مفتقدة التجمعات دي دلوقتي. ما بقاش في حد بيتجمع وما بقاش في حد يتجمعوا عشانه. بعد وفاة الأب والأم أو وفاة الجد والجدة، بالنسبة لنا طبعا بتحسوا ان الحياة بتاخد الناس وما بنبقاش بنتجمع زي الأول. طبعا كل واحد بقى عنده أولاده بيوديهم بيوتهم وعنده مشغوليات والمدارس.
الدنيا بتاخد الناس جامد جدا. آه، ربنا يا رب يقوينا على الايام اللي احنا فيها، اللهم امين. هفضل بقى اقلب البصلايه معايا كده لحد ما تبدا تدخل في التسويه. اول ما لقيت البصلايه دبلت كده وداخله على التسويه، هحط لها معلقه من الثوم المفروم، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهم حاجة بقى افضلي قلبي في البصلة كده من وقت للتاني، عشان مفيش حتت تحمر وحتت لأ، وتديكي طعم مش حلو للصلصة. هقلبها كده، وأول ما الاقيها دبلت هنزل بمعلقة التوم زي ما قلت لكم. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كده بصوا بدأت بقى ايه داخلة في التسوية. هنزل بقى بايه؟ طبعا معلقة من الثوم البودر، معلقة من البصل البودر، ومعلقة من البابريكا، وهفضل اقلب فيها بقى كده زي ما انتوا شايفين، تقليب مستمر لحد ما لونها ياخد اللون الذهبي. هنزل عليها بمعلقة من هريسة الشطة ومعلقتين من الخل، واقلب بقى كويس. هي كده اخدت معايا اللون المظبوط. وهنزل عليها بالصلصة بتاعتي، طماطم مضروبة في الخلاط عادي جدا، وهحط عليها معلقتين من الصلصة المعلبة، او لو عندك صلصة انتي عاملاها ومخزناها في البيت ممكن تحطي منها معلقتين عشان تعزز اللون معاكي. هحط بقى باقي البصل والثوم البودر، وهحط معلقتين تاني من البابريكا والملح والفلفل ورشة من الكمون، وما تنسوش ايه؟ رشة السكر. اهم حاجة رشة السكر طبعا. واسيبها بقى تاخد وقتها في الغليان وتتسبك مع نفسها. طبعا زي ما انتوا شايفين الفشة لسه محطوطة في الحلة زي ما هي على النار بتغلي كده، ومن وقت للتاني بديها تقليبة زي ما انتوا شايفين عشان كلها تستوي تسوية واحدة، وبسيبها لحد ما تستوي كويس جدا. قبل ما تستوي شوية بحط لها معلقتين كده من الملح، او بعد ما تستوي واحس ان هي خلاص استوت بزود لها معلقتين من الملح. هحط بقى ايه حلة تانية على النار كده، ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هعمل ايه تاني؟ هعمل الكمونية. هحط معلقة من السمنة، وهحط فيها معلقة من الثوم المفروم، وهقلبها بقى لحد الثوم ده ما ياخد اللون الذهبي. اول ما لونه يبقى ذهبي هنزل عليها بشوية من الصلصة، يعني كوباية كوبايتين من صلصة من الطماطم المضروبة في الخلاط، طماطم فريش يعني زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اقلب في الثوم، واول ما ياخد اللون الذهبي هنزل عليه بالطماطم اللي معايا على طول. هحط لها ايه؟ طبعا اسمها كمونية، فمن اساسياتها والبهارات اللي بتحط لها الكمون. وما تنسوش رشة السكر وملح وفلفل برضه. وهقلبها بقى كويس جدا، وهسيبها تتسبك معايا. وبعد كده هقول لكم هنعمل فيها ايه. ملح وفلفل ورشة خفيفة قوي من الكزبرة ومعلقة حلوة كده من الكمون. وهقلبها واسيبها تتسبك هي كمان على راحتها كده، عشان نحط فيها الفشة ونعمل الكمونية بتاعتنا. هزود لها برضو معلقة من الصلصة عشان تخلي لونها حلو وقوامها كمان مظبوط. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين بقى كده هسيبها على النار تاخد وتدي مع نفسها وتتسبك كويس قوي. الفشة تعتبر كانت خلاص داخلة على التسوية. هنبدأ بقى نشوف هنعمل ايه في الفشة. الفشة من الأكلات اللذيذة، مش كل الناس بتحبها، بس في كمية كبيرة من الناس بتحب الفشة. انا حبيت اعملها لكم النهارده واوريكم تكاتها وتفاصيلها. زي ما انتوا شايفين كده الصلصه غليت واتسبكت، وزودت لها حبه ميه وهطفي عليها واسيبها، واقول لكم هنعمل فيها ايه بعد كده. هنطلع بقى الفشه كده من الحله وهنسيبها تبرد شويه عشان نقطعها ونكمل تسويتها بقى، واقول لكم هنعمل ايه في الفشه اللي معانا. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
صلوا على الرسول كتير. الصلاة على الرسول بتغفر الذنوب وبتوسع الرزق، بتجعل فيه بركة في البيت وفي اليوم وفي الرزق وفي الأولاد. ربنا يا رب يجعلنا من الصالحين كده، ويجعل ذريتنا ذرية صالحة، اللهم امين يا رب العالمين. هغلي بقى الصلصة تغلي غلوتين وهطفي عليها على طول. وكمان تسبيكة المكرونة زي ما انتوا شايفين كده اتسبكت، وهزود لها كوباية من المية وهديها غلوة واطفي عليها برضو. كده الصلصة بتاعت المكرونة معايا جاهزة، والصلصة بتاعت الكمونية معايا جاهزة، وكمان الفشة معايا اتسلقت وجاهزة. زي ما انتوا شايفين كده بقى جبت شوية من الفلفل الكوبي، هخرطهم قطع صغيرة عشان اعمل الفشة بالثوم والفلفل. ومعايا كمان قرن فلفل حامي. زي ما انتوا شايفين كده هخرط كمية الفلفل اللي معايا كلها مكعبات صغيرة. وبعد كده هنقطع الفشة. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. قطعي الفلفل بقى قطع صغيرة واعملي كمية كده حلوة محترمة، عشان اللي بيدي طعم للفشة بقى في المرحلة دي هو الثوم والفلفل. زي ما انتوا شايفين كده هقطع كمية الفلفل اللي معايا كلها، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا قطعت الفلفل الحامي قطع كبيرة زي ما انتوا شايفين، عشان الاولاد لما يجوا ياكلوا اشيلهم قطع الفلفل الحامي. وما تديش طعم حامي قوي للفشة. انا حاطه قرن واحد بس حامي. هنستخدم كمان ملح وكمون وفلفل اسود ورشة من الكزبرة. دي المكونات اللي انا هستخدمها. والثوم طبعا اساسي معانا. هقطع بقى الفشة، وكل واحد بيقطعها حسب المقاس اللي بيحبه. انا بحبها قطع صغيرة مش كبيرة، ومش صغيرة قوي برضو بس صغيرة مش كبيرة. هقطع بقى كمية الفشة اللي معايا كلها زي ما انتوا شايفين مستوية كده وبتتقطع بكل سهولة، وحاجة كده زي العسل. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بيبقى فيه دهون او دهن محطوط مع الفشة. طبعا ما بسيبهوش وما بستغناش عنه، بالعكس بيدي طعم للفشة حلو جدا. هتقطعي كل حاجة عندك انتي جايباها مع الفشة وتعملي الفشة بتاعتك. بصوا حتى القراقيش بتاعت الفشة بتتقطع بسهولة ازاي. استوت حلو جدا جدا على النار. زي ما انتوا شايفين كده قطعت الكمية اللي معايا كلها، وهبدأ بقى نحضر الفشة بتاعتنا. هناخد الاول طبق حلو كده محترم نحطه في الصلصة بتاعت الكمونية اللي معانا. هولع عليها تاني النار، وهحط الفشة واسيبها تغلي غلوتين حلوين كده، وهتبقى معايا استوت وزي العسل. وباقي الفشة هتعملي فيه ايه هقول لكم هعمل فيه ايه دلوقتي حالا. بس نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا بتغلي ازاي. هسيبها بقى تغلي حبة كده، والصلصة بتاعتها تبقى تقيلة وحلوة كده. ونعمل ايه بقى، نعمل الفش. هنحمر الفشة بتاعتنا. هجيب طاسة كبيرة هنزل فيها بمعلقتين من السمنة زي ما انتوا شايفين كده، وممكن احط عليها كمان معلقتين من الزيت. وهبدأ احمر الفشة. هنزل بقى بمعلقة توم حلوة كده، واديها تشويحة بس ريحة التوم تطلع، مش هحمره، يدوبك ريحة التوم تطلع. وهنزل بكمية الفلفل اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده، واديها تقلبتين برضو. مجرد ما الفلفل يشم النار كده، وهنزل بالفشة اللي معايا على طول. هنزل بكمية الفشة اللي معايا كلها، وهفضل اقلب فيها واحط لها التتبيلة بتاعتها او البهارات بتاعتها. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. مجرد بس ما هشوح الفلفل كده تشويحة حلوة، وهنزل على طول بالفشة اللي معايا. هفضل بقى اقلب في الفشة لحد ما احسها كلها كده اخدت من طعم الثوم والفلفل، واخدت لها تحميرة حلوة كده. هتبقى كده هي جاهزة معايا زي ما انتوا شايفين كده. طعمها حلو قوي وريحتها كانت فظيعة. انا بحب الفشة والحاجات دي قوي، طعمها تحفة بجد. انا بحب الحاجات دي جدا. زي ما انتوا شايفين كده بقى
هفضل اقلب فيها لحد ما تتشوح حلو وتاخد طعم الثوم والفلفل وتشرب من التتبيله كده اللي محطوطه لها. هحط لها ايه كمان؟ هحط لها الملح والفلفل والكمون ورشه خفيفه من الكزبره. والكمونيه بتاعتي كمان غليت كده مع بعضها وبقت زي العسل. الاكله بتاعت النهارده سهله وخفيفه وسريعه، وانا بحبها جدا. بعشق الفش والكبده والطحال. الاكل ده حلو جدا ومفيد جدا على فكره. طعمه بيبقى لذيذ وزي العسل. يا ريت ما تنسوش تبعتولي تعليقاتكم ورأيكم في الفيديوهات بتاعتي ورأيكم في القناة. واللي نفسه في حاجة معينة يقولي وانا اكيد هعملها مش هتأخر عليه. ما تنسونيش كمان في اللايك وما تنسونيش في الدعاء. ربنا يكرمكم يا رب ويخليكم ليا. القناة بتكبر بيكم ومعاكم. يا ريت تكون عجباكم ويا ريت ما تنسوش تبعتولي تعليقاتكم وتقولوا لاصحابكم وحبايبكم على القناة. زي ما انتوا شايفين كده هفضل اقلب كده بقى في الفشه لحد ما احس ان هي ايه، اخدت تشويحه حلوه كده على النار. هبدا بقى اغرفها. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. في كام فيديو جايين حلوين قوي قوي قوي. تابعوني وفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه. بجد فيديوهات تحفه. وهم 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 ان شاء الله تعجبكم. زي ما انتوا شايفين كده بقى هسيب الفشه تاخد وتدي كده على النار وهقلبها من وقت للتاني. مش بتاخد وقت كتير على النار. بس لازم تديها وقتها عشان تتحمر وتتشوح حلو كده وتديكي طعم حلو وتشرب من طعم الثوم والفلفل اللي محطوطين معاها. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هبدأ بقى اجهز كده. خلاص الاكلة بتاعتي تعتبر جهزت وخلصت. هبدأ اغرف بقى الاكل. ونشوف الشكل النهائي للفشة معانا عامل ازاي. طعمها حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده بقى عملنا المكرونة والكمونية وصلصة المكرونة والفشة. واكلة النهاردة كانت خفيفة وسريعة. يا رب تكون عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.